طول عمرنا بنعملها باللحم. طب تعالوا نجرب ونعمل جنبها فراخ في الفرن ونعملها كده بالفراخ. تعالوا نشوف الطريقة ونشوف الأكلة بتاعتنا الجميلة المصرية الأصيلة هنعملها ازاي. يلا بينا نجيب الفراخ بتاعتنا نغسلها وننضفها ونعمل فيها كل حاجة حلوة. بعد كده هنحطها في مية بتغلي ونحط عليها بصل وفلفل وطماطم، وهنحط عليها فلفل اسمر والملح بتاعها. تمام. هنسيبها تستوي كده وتديك الشوربه الجميله اللي انت شايفاها القمر سكر دي. شايفين الشوربه سكر والله العظيم. هتستوي معانا هطلعها هعمل لها صلصه، معلقتين صلصه، معلقتين زيت، فلفل اسود وملح، وهعملها كده من فوق ومن تحت واحطها رصها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وهندخلها الفرن ونسيبها تستوي. نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. هنسيب فراخنا تستوي وهنروح نعمل الصلصة بتاعتنا. شوية زيت، معلقة زبدة او سمنة المتوفر عندك، وهنزل بمعلقة الثوم نحمرها، ننزل عليها الاول بمعلقتين خل، اللقطة دي ما جاتش معلش، وننزل بقى بالطماطم بتاعتنا ونسيبها تتسبك مع نفسها. تمام. عندي عيش ابيض بقى هحمره في معلقة زبدة ومعلقة زيت زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهيبقى معانا اللون الجميل ده. هنعمل بقى الدقة الجميلة بتاعة الفتة. معلقة زبدة، معلقة زيت برضو، وهنحط فيها كمية توم بقى، معلقتين توم حلوين كده محترمين، وهنزل بقى بمعلقتين خل على التومة بعد ما تحمر زي ما انتم شايفين كده، وهتغلي اول غلوة بتاعتها، وهناخدها نحطها على العيش اللي احنا حمرناه زي ما انتم شايفين كده، واخد اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. قلبي بقى، قلبي التوم والخل والزبدة كده مع العيش هتبقى تحفة. وهنا عملنا رز ابيض بتقلبيه طبعا في السمنة وبتسقيه وبتسيبيه لما بيستوي اهو. ونحطه بقى، نحطه على الفتة بتاعتنا. وقبل ما نحط الرز انا حطيت كبشة صلصة على العيش عشان يدي طعم كده جميل. تمام. هحط الرز بقى فوق الوش كده. ودي بقى الفتة المصرية الأصيلة الجميلة بتاعتنا، بس الفرق ان انا ما عملتهاش بلحم. اعمليها بلحمة، اعمليها بفراخ، اعمليها زي ما يعجبك، اعملي جنبها بانيه، مفيش اي مشكلة. المهم ان انت بتاكلي لقمة فتة مصرية أصيلة جميلة بالشكل ده. شايفين المنظر، شايفين الجمال. حطوا لايك بقى وفعلوا الجرس، واهم حاجة الاشتراك في القناة يا جماعة. الله اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا اللي أكلوا، بألف هنا وشفا اللي هتشوف الفتة المصرية الجميلة دي وتقوم تعمل. يلي قومي اعملي الفتة لأولادك. الله. والزيتون بقى والفلفل، أو اعملي جنبها بتنجان مخلل اللي يعجبك. استودعكم الله، اشوفكم فيديو جديد، مع ألف سلامة.